مساء الخير. اهلا بيكم في قناة حدوتة. يا رب تكونوا بصحة وسلامة. النهاردة هنعمل حاجة جديدة زي ما انتم شايفين. العقد القمر ده هنعمله بمنتهى البساطة وشكله شيك جدا، هيعجبكم ان شاء الله. ويسعدني ويشرفني انكم تشتركوا في القناة بانكم تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب اللي باللون الاحمر تحت الفيديو. هيظهر لكم جرس الاشعارات، تضغطوا على الكل علشان يوصلكم كل جديد بقدمه. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن فيستفيد الكل، وكمان بنساعد القناة في انها تنتشر اكتر. يلا بينا نبدأ. بسم الله. هنحتاج لعمل العقد ده خرز التفسيرة. بتجيبوه بالكيس كده صغير، او لو عايز تعملوا حاجات كتير بتشتروه بالكمية بيبقى اوفر. هحتاج خرز رقم 10، او خرز تاني اللي هو ده رقم 12. تمام. وبعدين زردية ومقص ودبوسين من دول عشان ربط العقد بعد كده، والمشبك ده اللي هربط بيه العقد برضو. تمام. وهحتاج لخيط مناسب للتفسير عشان يدخل فيها. ده خيط رقم 4. تمام، او 40. انا استخدمت في العقد اللي انا عملته اللي هو خرز التفسيرة برضو، والخرز اللي هو الكبير ده رقم 14. ممكن تعملوه بالشكل ده وممكن تعملوه بالخرز ده. انا حبيته علشان اللون بتاعه. هنقطع من الخيط ده بالنسبة للتفسير حوالي متر خيط بلاستيك. هحتاج لإبرة ألضم فيها الخيط بالشكل ده اللي هو المتر اللي أنا قصيته من الخيط. وبعدين ألضم 5 خرزات. 1 2 3 4 5 خرزات. تمام. وبعدين أدخل في طرف الخيط، الطرف اهو، الطرف ده هدخل من الناحية بتاعته كده اهو. امسك الخيط كده اهو، ده الطرف ده وده الطرف ده. ادخل هنا كده في الخرز تاني من هنا. اشد الخيط بحيث ان انا اعمل عقدة بعد كده اهي. وبعدين اعقد الخيط كده، وبعدين ارجع تاني اعملها عقدة كمان وكمان عقدة عشان اثبتها قوي ما تتفكش مني بعد كده. بعد كده هدخل في الخرزة اهي على طول كده اهي، وهدخل العقدة اللي انا عملتها منها كده. تمام. وبعد كده هقص الخيط الزيادة. تمام. هاخد 4 خرزات. ادي 1 2 3 4. وبعدين هدخلهم انا هنا. دخلت الابرة من الخرزة دي، هاجي قبلها كده وادخل بالشكل ده. كده اشتغلت ال4 خرزات بالشكل ده اهو. هدخل في الخيط اهو، هدخل في الخرزة دي اهي كده. بعد كده هاخد 3 خرزات. ده 1 2 3. 3 خرزات بالشكل ده. هدخل في الخرزة
دي اهي اللي هي الأربعة هم، هدخل في الخرزة الرابعة دي والخرزة اللي هي طلعت منها بالخيط ده كده اه. الخيط طالع من هنا اهو، تمام. هدخل في الخرزة اللي بعديه هاخد 3 1 2 3 وادخل في الخرزة اللي قبلها على طول كده واشتغل كده. هتبقى كده اهي وردة من 5 خرزات، ودي 5 خرزات، ودي 5 خرزات، بس كلهم مشتركين، كل 5 مشتركين مع ال5 التانيين في واحدة، تمام. ودي 5 اهي. بعد كده اشتغلت 5 وبعدين 4 وبعدين 3 وبعدين 3 وبعدين اطلع من الخرزة دي كده، تمام. وهشتغل 3 خرزات هنا، 1 2 3 وهدخل هنا كده 3 وبعدين ادخلها كده في الاتنين وشد كويس الخيط اهو، تمام. بقى عندنا هنا بعد ما اشتغلت 3 تلاتات اهو، يعني 3 خرزات وبعدين 3 خرزات وبعدين 3 خرزات اهو كده، تمام. هاجي هنا هيبقى في عندي ال5 دول وال5 دول وال5 دول، هدخل اهو انا اشتغلت الخيط اهو، هدخل في الاتنين اللي هما في الوردتين دول، اطلع منهم واشد الخيط كويس اهو، تمام. يبقى كده كام؟ 3، يعني بطلع من الخرزتين دول وبعدين اما اجي اخد الخرز التاني ادخل من الخرزة اللي قبلهم كمان واخدهم معايا، يبقى هشتغل اخد دول 3 هاخد 2 عشان يبقوا كام؟ 5 خرزات كده اهم، 3 وردات اهم، 1 2 3 هاخد من الخرزة دي ودي ودي قدامي اهم، انا طلعت من الاتنين دول هاخد قبلهم الواحدة دي يبقوا كده 3 ويبقى 2 اخد خرزتين بس مش 3 وبعدين اسحب الخيط بالشكل ده هيكون لي اللي هي الوردة اللي بعديها اهي. بعد كده هتبقى في وردتين 2 بس، ادخل في الخرزة دي وبعدين هيبقوا عندي خرزتين بس اللي هجمعهم مع بعض، يبقى فاضل لي 3 اخد 3 خرزات، 1 2 3 وبعدين ادخل في الخرزة اللي قبليها اهي والخرزة اللي انا دخلت منها الاول بقت 5 اهي. هيبقى عندي هنا ده 1 2 والتالتة اللي هدخل بعد كده فيها، يبقى انا هدخل في الاتنين دول كده دلوقتي وبعدين هشتغل، يبقى انا عندي 3 هاخد 2 خرزتين، 1 2 تمام. وهدخل من الخرزة اللي قبلهم والاتنين اللي اشتغلتهم برضو هدخل فيهم تاني واسحب الخيط، هيبقوا الوردة اللي من 5 خرزات وبعدين هيبقوا برضو 3 هدخل في الاتنين وهسحب وهاخد خرزتين وهدخل في ال3 خرزات، يبقى ده كده كمان 2 اهي بدأت تدور اهي، عملت 2 وبعدين اطلع من هنا من الاتنين دول اللي هما
وردة اهي وردة اهي، هطلع من الاتنين دول كده. هيبقوا عندي 3 خرزات، الخرزتين اللي انا طلعت منهم بالخيط والخرزة اللي قبليهم. هاخد خرزتين وبعدين ادخل في ال3 دول اهو، واشد الخيط كويس. هيبقوا 5 خرزات. بعد كده اطلع من هنا، وبعدين دي ادي 2 خرزتين اهم، ادي كده 2 4 6 خرزات. هدخل هنا 7 ودي التامنة. تمام. وهدخل هنا، يبقى انا خدت كده 3 خرزات بعد اخر شغل اهو، يبقى خدت كده 3 خرزات، وهنا الرابعة. تمام. وبعدين هيبقى لي هنا كام؟ 1 2 3 4. هاخد خرزة من هنا اهي، يبقى واحدة بس، وادخل في الرابعة اللي هي هنا دي واحدة اهي، 2 3 4. مش مشتغلة فيهم، ما اشتغلتش فيهم. 1 2 3 4 اهم. اجي بعد اللي انا اشتغلتها دي ادخل في الرابعة من هنا، 1 2 3 4، ادخل في الرابعة وانا معايا خرزة، هيبقوا ايه؟ ال5. واشتغل اهي ال5 اهي، 5 خرزات، الفها، الف الخيط واثبت على الكورة اللي انا عملتها اهي. ادي ال5 اهم. ابدأ في ال5 اللي جنبهم في الحلقة اللي ما بين ال5 وال5، ادخل فيها وادخل على ال5 التانيين، اثبت على الشغل. وعلى ال5 اللي بعديهم اهو كده اهي. ادخل على ال5 اللي بعديهم اهي. تمام. هتبقى 5، هتوديني على ال5 اللي بعديهم، هتوديني على ال5 اللي بعديهم لغاية ما اخلص الكورة كلها اهي. اهي دي اهي، هدخل فيها على طول كده، بقت بالشكل ده اهي. وبعد كده هبدأ اعمل لها عقدة كده اهي. تمام. وكمان عقدة اهي. تمام. كمان واحدة اهي كده. بعد كده هقص دي، وبعدين اعملها بالولاعة هتبقى بالشكل ده تمام. هعمل منها 11 كمان، يعني يبقوا 12 كورة بالشكل ده. تمام. هخلصهم وبعدين ارجع لكم. كده عملت 12 كورة
بالشكل ده. هبدأ اشتغل العقد بقى. هعمل ايه؟ هدخل المسمار ده في الخرزة، بعد كده اجي بالزرادية اقطع الجزء. هعمل دايرة هنا، نفس الدايرة دي هعملها هنا. هقطع الجزء الزيادة اهي، وبعدين اتنيه لورا كده، المسمار اتنيه لورا شوية كده، وبعدين ارجع الفه بالشكل ده. هيبقى بالشكل ده. تمام. بعد كده هاجي بالخيط والإبرة، ومش هقص الخيط من البكرة علشان هاخد الجزء اللي انا عايزاه، او هقيسه على قد ما انا عايزة طول العقد. ادخل من جنب الخرزة بالشكل ده. خلاص. وبعدين هشتغل 2 3 4 5 6 7 8 8 خرزات. عايزين تزودوا طول العقد معاكم برضو. تمام. وبعدين ادخل خرز تفسيرة. ادي 1 2 3 4، وهدخل الكورة دي علشان بعد كده ما تروحش وتيجي اهي. هدخلهم في قلب اهو كده، كده بالشكل ده اهو. وبعدين ادخل خرزة كمان اهي بعد الكورة دي. تمام. وبعدين اشتغل 3 خرزات من دي، بس انقي الصغير اللي يدخل من الكورة، لا يدخل من الكورة من هنا. تمام كده اهو. وادخلها في الجهة المقابلة، وهدخل الخرز جوه الكورة من جوه كده. تمام. وبعدين اطلع بالشكل ده، وبعدين اخد خرزة من دي تاني كده كده، وبعد كده 3 خرزات من اللي هم الصغيرين اللي هيدخلوا في فتحة الكورة اهي كده. واخد كورة من دي اهي، هدخلها وفي الجهة المقابلة اهي، وادخلهم جوه 3 أو 4 على حسب حجم الكورة. والتالتة هتدخل كده اهي. وبعدين اسحب الخيط وادخل خرزة تانية اهي. تمام. هيبقى بالشكل ده لغاية ما اخلص الكرات ديت والخرزات، لغاية ما اخلص ال12 كورة. هتبقى بدايتها كده، وبعد كده هشتغل 8 خرزات وهرجع لكم. 2 بالشكل ده. وبعدين عايزين تطولوا العقد اكبر من كده براحتكم. تمام. هنا هربط الخيط هنا في الجزء ده. هلفه الاول كده، هدخل الخيط جوه الحلقة كام لفة كده.
وبعدين اعقدها من هنا وارجع تاني اعقدها كمان مرة. اعملها كم مرة كده بحيث ان انا اثبتها وارجع لكم. خلاص كده بالشكل ده هقصها، وبعدين اقفل الحلقة كويس كده. تمام. الناحية التانية بقى اهي اخر خرزة بالشكل ده، وبعدين هقص المسمار وبعدين اتنيه بالشكل ده. هربط الخيط هنا اهو، خلاص دي ركبتها. هربط الخيط هنا بالشكل ده اهو. بركب فيها المسك كده، وبعدين بقفل عليها. هيبقى بالشكل ده. تمام. ودي الحلقة التانية دي هدخلها في الخرزة التانية كده. هيبقى العقد بالشكل ده اهو زي ما عملنا ده. عايزين تعملوه بالخرز الصغير ده ماشي، عايزين تعملوه بالكبير ماشي اهو كده. وبعدين اجي اقفله هيبقى بالشكل ده اه. هيبقى بالشكل ده. يا رب يعجبكم وتقدروا تنفذوه بسهولة، ونتقابل في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامة.